أهلا بكم وطاب مساءكم. منتخبنا القومي خيب آمال المصريين وتعادل مع فرقة سهلة جدا في آخر دقيقة المباراة بضربة جزاء. أهلا بكم وطاب مساءكم. ومعي ومعكم نجوم الفن والسياسة والإعلام نأخذ رأيهم عن مباراة منتخب مصر وموزمبيق. ومعي ومعكم الفنان عادل إمام. إيه رأيك يا زعيم؟ الله ده كلام. هو يوم مش فات أنا عارف. الله ده احنا كنا عاوزين ناخد البطولة بالطريقة دي، مش هناخد ولا حتى كاس ويسكي كمان. لا 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 لا، ده كلام فارغ اللي بيعمله المنتخب. والمدرب بينايل ايه مش عارف، انا واقف على الخط ولا بيعمل تغيير كويس ولا حتى بينظم الفرقة. لا لا لا، انا حزين. انا كنت نفسي اقول شيء طيب وشيء جميل، بس بالطريقة دي هقول ولا شيء طيب ولا شيء جميل. ابعد عن وش السعادي. فناننا الكبير محمد صبحي، ايه رايك في المباراة؟ ولد انت يا حمار، انت نيلة. ده مباراة سيئة جدا، ولا خطة ولا شكل ولا طعم ولا لون. احنا رايحين البطولة نهبب ايه؟ احنا كان نفسنا نبقى فوق. ومعي ومعكم الليمبي. ايه رأيك يا ليمبي؟ بتقول انا اتفرجت على المباراة وكنت بصراحة هجيب اللي في بطني، لان ما فيش ولا كرة ولا شكل، ولولا الشناوي كان زماننا اتغلبنا شال كورة. فانا بقول لكل شاب وكل فتاة رغم التعادل بس خليكم ورا المنتخب وربنا يكرمكم. توفيق عكاشة. ايه رأيك يا اعلامي يا كبير؟ السنة سخة يا أولاد. أنا مش قلت لكم المنتخب هيودينا في 60 نصابة، وعز عمال يقول لي هنغلب 5 و6. انت مرفوض يا عز. ده انت تروح تاكل الوز، ده احنا كلنا هنتخرط للبط. يا سنة السخة يا أولاد. فناننا الكبير محمود المليجي، ايه رأيك؟ انت بتكلم ده لا فدي؟ طب وربنا والشرف المهنة اللي فيه كل اعتبار، انا كنت مفكر هنقدم مباراة كبيرة وهتكون رجالة واقفين وقفة رجالة، انما اللي حصل ده ضحك على الدقون.